السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في قناتكم قناة حكيمة مع الححلو. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، وتكونوا دوزوا هاد الايام ديال رمضان بخير وعلى خير، ومزيد من الاجر والثواب والمغفرة والعفو ان شاء الله يا ربي. الفيديو ديال نهار اليوم كيف ما كتلاحظوا هو عبارة عن بطبوط صغير معمر بحشوة لذيذة وبعجينة سهلة، وحتى الحشوة ما فيهاش المقادير كثيرة. هاد البطبوط هذا سهل في التحضير ودغيا كيتوجد، يعني بعجينة عادية. بالنسبة للمقادير نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الفورص، يعني الدقيق الابيض، وعندنا الفينو. الكميه ديال الدقيق الابيض كتكون مضاعفه ديال على الفينو، يعني خديت جوج زلايف تاع الدقيق الابيض، غادي ناخذ زلافه ديال الفينو باش يجيني البطبوط مزيان. صافي غادي نحتاج الخميره معلقه تقريبا وربع ديال الخميره الفوريه، والملحه على حسب الذوق. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد البطبوط، يعني بدون اضافه السكر او اي شيء اخر. صافي كما كتلاحظوا انا ضفت الملحه. دائما كتبقى كيف ما سبق لي وذكرت على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي يقللها. صافي وغادي ناخذ الماء دافي وغادي نبدا العجينه عاديه كيف ما كنعجن يعني الخبز او لا البطبوط عادي، يعني راه اي واحد كيعرف يعجنو. تكون العجينه مطلوقه شويه، ماشي مطلوقه بزاف ولكن شاده في راسها. وكيف ما كنعرفوا يعني هذا البطبوط كيبغي يعني شويه ديال المجهود، يعني تدلكيه مزيان، من الاحسن تدلكيه. صافي كنبدا نعجن العجينه وانا كنضيف بشويه بشويه الماء حتى نحصل على عجينه متماسكه ومطلوقه شويه، غير شويه ماشي بزاف مطلوقه. صافي كيف ما كتلاحظوا انا جمعت العجينه، غادي ندلكها مزيان، نعطيها حقها في الدليك. نستمر على هاد الطريقه حتى العجينه ونحصل على هاد النتيجه اللي كتلاحظوا. صافي دابا غادي ندهن يدي بالزيت وغادي نغطي العجينه ببلاستيك غذائي ونخليها تخمر تماما، نعطيها وقتها حتى تخمر. نغطيها بمنديل. صافي كما كتلاحظوا العجينه من بعد ما خمرات تضاعف الحجم ديالها، غادي نحاول نخرج منها الهواء هكا بهذه الطريقه، ونحاول نضربها على سطح العمل ونخرج منها كامل الهواء اللي فيها. صافي دابا غادي ندوز نشكلها كويرات صغار على حسب الحجم. انا ما كنطلقش العجينه يعني بالمدلك ونبدا نقطع، كتجيني هذه الطريقه احسن وعمليه. كنقطع الكويرات عيني ميزاني غير بيدي، يعني بلا ما نبقى ندلك ونشبعها يعني فرينه. صافي كنقطع غير بيدي هكايا، شكل منها كويرات صغار. نستمر على هذه الطريقه تنكمل العجينه كامله. صافي غادي ندوز نقرصهم هكا، نقرصهم عفوا نقرصهم بحجم يعني هكايا بسمك رقيق، لان البطبوط كيزيد يتنفخ مازال في المقله ملي يكون كيطيب. صافي نحاول نرققهم مزيان على هاد السمك هذا كما كتلاحظوا. نستمر
نطلق جميع الكويرات اللي عندي ونخليهم يختمروا تماما. تاني نعطيهم شويه ديال الراحه، ما كيطلبوش وقت يعني كتير لانهم جا خامرين. صافي غير شويه وغادي ندوزو نطيبهم ان شاء الله. صافي من بعد ما اختمر ليا البطبوط سخنت المقله مزيان وحطيتهم يطيبوا كما كتلاحظوا. غادي نقابلهم نعطيهم حقهم في الطياب ونبقى نقلب فيهم هكا باش يتنفخ ليا البطبوط. يعني هاد المرحله هذه ضروريه باش يتنفخ لك البطبوط، يعني تبقاي مقابله وانت كدوري هكايا. من بعد ما طاب البطبوط على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا جا منفوخ يعني مهوي من الداخل. صافي دابا ندوزو للمقادير الحشو. الحشو غادي نحتاجو المايس الذره المعلبه، غادي نحتاجو بطاطا قطعتها صغيره وسلقتها نص سلقه وقليتها في الزيت، حك ديال الطون واي فرماج اللي كدهنوا به هو اللي غادي تستعملوا. يعني ممكن ديروا حتى الفرماج المثلث حتى هو غادي يخدم في هذه الحشوه هذه، غادي يجي مزيان. انا اختاريت هذا الفرماج هذا ديال البواطه، يعني فيه كميه كثيره تقريبا هذيك 150 غرام. صافي غادي نديرهم في شي بول، نخلط جميع المقادير ما عدا البطاطا هي اللي غادي نضيفها في الاخر باش ما تعجنش ليا. غادي نحاول ندمجهم مع بعضياتهم مزيان، يعني الفرماج والطون والذره. صافي نضيف شويه ديال الملحه، غير شويه ماشي بزاف، المهم على حسب الذوق. صافي شويه ديال الكمون، واللي بغى يضيف حتى معلقه ديال زيت الزيتون يضيفها. انا ما ضفتهاش ولكن اكتفيت غير بهذا الشيء. صافي وفي الاخير غادي نضيف هكايا البطاطا اللي قطعتها مربعات كيف ما سبق لي وذكرت، صغيره سلقتها نص سلقه وقليتها في الزيت. هذا هو الحشو اللي غادي نحتاج باش نعمر هذا البطبوط. وما ننساش الشلاضه حتى هي اللي مقطعتها هي طريفات صغار. صافي غادي ناخذ دابا غادي نبدا نعمر في البطبوط. غادي ناخذ واحد المقص وغادي نحاول نحل البطبوطه وندير واحد الكميه لا باس بها من الحشو ونضيف هكايا يعني شلاضه. هنا عندي شلاضه متنوعه يعني ما بين الخضراء والحمراء. المهم نتوما كيبقى على حسب الذوق، يعني على حسب الموجود. انا كانت متوفره عندي يعني استعملتها هي. السمر على هاد الطريقه حتى نكمل كامل البطيبطات اللي عندي. يعني طريقه سهله، يعني توجدين في اخر لحظه وتحطيهم هكا في مائده الافطار وبالصحه والراحه. حتى الحشوه راه كتجي لذيذه مع الفرماج والطون وبطاطا اللي كتكون مقليه، يعني كتجي زعما حشوه رائعه صراحه، حشوه رائعه، غير جربوها. خصوصا دابا في رمضان الانسان ما كيستعملش بطاطا، هذه هي الفرصه نستعملوها هكا يعني في الحشو، نضيفوها للحشو هكايا في البطبوط ولا في شي حاجه اخرى، يعني ساندويتشات هكايا.
وها النتيجه النهائيه ديال هاد البطيبطات هادو كيجيو على هاد الشكل هذا. شكلهم كيجي زوين والمذاق رائع صراحه. الحشوه المذاق ديالها رائع كما كنعرفوا، يعني الطون راه بحد ذاته راه بنين، زائد الفرماج يعني راه شي حاجه اللي بنينه مع بطاطا مقليه، راه كيجي زوين. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم وهذه الحشوه هذه وتجربوها. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، فضلا وليس امرا منكم. خليكم مع الصور واترككم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.